جلتا زمور اسم سيبقى خالدا في أذهان كل من تتبع أخبار هذه المعركة الضارية والغير المتكافئة عدة وعددا، والتي دارت رحاها بين ثوار الجيش الشعبي الصحراوي والقوات الملكية الغازية منذ يوم 13 أكتوبر إلى غاية 26 من نفس الشهر. وهكذا وبدعوة من الحكومة الصحراوية للصحافة الدولية، والتي كانت من بينها فرقة صحفية للتلفزة الجزائرية وممثلي عدد آخر من الصحف الوطنية، اتجهنا إلى منطقة جلتا زمور، أحد المعاقل الدفاعية الهامة للجيش المغربي والمرتبطة إلكترونيا ببكراع، لكي نسجل لكم مناظر عن هذه المعركة. ومع إشراقة شمس يوم 24 أكتوبر كنا على موعد مع رحلة شاقة وطويلة استمرت 18 ساعة ذهابا، قطعناها على مرحلتين واسترحنا فيها عدة مرات، وهذا نظرا لصعوبة التضاريس الأرضية التي كانت سيارات الجيب تقطعها. وكنا كلما توغلنا أكثر في عمق التراب الصحراوي كان إيماننا يتعاظم بقدرة الجيش الصحراوي على السيطرة التامة على جل أراضيه. ولذا فإن هذه الرحلة كانت بحق فرصة ثمينة للصحافة الدولية على اختلاف اتجاهاتها السياسية والأيديولوجية لمعاينة ذلك، حيث إننا لم نلتقي أو نشاهد طوال هذه الرحلة التي قطعنا خلالها مئات الكيلومترات في عمق التراب الصحراوي أي جندي مغربي حتى وصلنا إلى منطقة جلتا زمور. جلتا زمور التي كانت المعارك لا تزال متواصلة بين الطرفين، وحيث اطلعنا بعين المكان على فداحة الخسائر التي منيت بها قوات حامية جلتا زمور المكونة من حوالي 2600 جندي مغربي، والتي أبيدت تقريبا عن آخرها. الأخ اسمك؟ مساعد أول مزدو محمد مقيدة. مهنتك؟ سكرتير كولونيل في جلتا زمور. تقدر تحدثنا عن طبيعة المعركة وما هو، ما دمت كنت أكثر احتكاك بالكولونيل، يعني العقيدة نتاعكم، وهل يعني استطاع أن يتحكم في أعصابه؟ الحقيقة الانهزام القوات المسلحة الملكية في جلتا زمور كان متوقع، لأن في الساعات الأولى للهجوم وقعت نوع من الفوضى وعدم تمكن التحكم في الأوامر، حيث في الساعات الأولى كان قصف عنيف تبعه هجوم قوي من طرف الجيش الشعبي الصحراوي، والقيادة بالأخص الكولونيل لم يتمكن من إعطاء أوامر ثابتة، وصارت نوع من الفوضى في الصفوف حتى أخرجونا من المكان الأول وبعد سيرنا في المكان الثاني، لكن كانت نتيجة محتمة هو انتصار، وفي كثير من الموتى والجرحى لم يكن حصصهم مستحيل. أنا متأكد بأن الجمهورية الشعبية الصحراوية منتصرة عسكريا ودبلوماسيا. فمن الناحية العسكرية شفت في جلتا زمور واحد العزيمة عند الجنود الصحراويين كبيرة، وأنا كنظن بأن الحزام غير يكفي لحماية الخطوط، وأظن غير كافية. إلى جانب الترسانة الضخمة من الأسلحة والذخيرة والعتاد التي غنمها ثوار جبهة البوليساريو بعد احتلالهم المدينة لمدة 5 أيام، وذلك حسب ما جاء في البيان العسكري الصحراوي وأقوال الضباط والجنود المغاربة. الذين أسروا في هذه المعركة، والذين يبلغ عددهم إلى غاية يوم 25 أكتوبر 230 جنديا مغربيا. ونسجل لكم الآن انطباع بعض الضباط والجنود المغاربة الأسرى الذين وقعوا في هذه المعركة، لنستخلص وإياكم مدى التزييف الإعلامي الذي كانت تبثه أجهزة الإعلام المغربية في أوساط الجيش والشعب المغربيين، لكي يصطدموا بعدها بالواقع المر، ولكي يعرفوا حقيقة هذه الحرب بعد أن وقعوا في الأسر ومع من تدور. اسمي محمد خماموش. رتبتك؟
رتبتي ملازم اول طبيب. طبيب طبيب ديال لا غارنيزون ديال القلده. ديال قلتها. نعم. انت تأثرت في هذه المعركه، تقدر تحدثنا عن المعركه هذه وما هي الحاله المعنويه اللي كنت يعني نتاع الجيش المغربي بالنسبه لوقوع لما وقعت هذه المعركه؟ والمعركه وقع القصف عنيف على في الساعه 6:30 صباحا، وكان القصف كيطيح في ذاك المركز فاش كنت انا، وترغمنا باش نرجعوا للور. كان القصف عنيف جدا ورجعنا للور، كل شيء الناس كيرجعوا للور. رجعنا في واحد المرحله للور وعاود رجعنا للمرحله الثانيه حتى وصلنا كاع هذاك الخنق الاخير. سقطوا فيه موتى كثير في صفوف القوات المغربيه، يعني الجيش المغربي. لا يمكن ان اعطيك بالضبط السقوط ديال الموتى والجرحى، لما هنالك انه سقط كثير من الناس ولا يقدر اي احد ان يمدهم يد المساعده ولا يد ولا اي شيء. اللي سقط في البلاصه ديالو واللي طاح وكل واحد كيجري حسب السواعد ديالو. بالنسبه للقاده، يعني القاده نتاع جلد الزمور، ما اتصلوش بكم؟ يعني كان كل واحد مشى في طريقه. ما اتصل بيا حتى واحد، كل واحد مشى في الطريق ديالو، كل واحد كيحاول باي وسيله باش يرد الهجوم، وانا جلست بوحدي حتى الاخر اوينا عاد تقصى فيا العقيد، قال لي خصك ترجع للور. جلست بوحدي. انت متزوج؟ نعم انا متزوج ولي ولد وزوجتي حامل الان لها 3 اشهر. تسكن فين؟ انا اسكن في الرباط. اسمك؟ سعود بسوس. وقعت اسير في هذه المعركه اللي قلت الزمور. تحكي لي على المعركه كيفاش وقعت في الاسر؟ طبعا كنا في قلت الزمور حتى هجموا علينا، ضربونا بالقرطاس في الجرح. لما جيت هنا داووك؟ داوون. هذا الدواء قدمته لك جبهه البوليزايو. داووك مليح؟ مليح. شحال في عمرك؟ 24. متزوج؟ لا. وما هو الحل اذا؟ الحل هو ان لازم الحسن الثاني يعترف بالواقع ويشوف الحل عاجلا قبل ضياع الاوان. ارجو ينفذ اوامره، ولو الاوامر كانت فاسده مثلا لازم عليه ينفذها. فجل الجنود اللي كانوا هون في الصحراء لا يعرفون شيئا عن الصحراء. حسن ايش؟ حسن مرقص. كنت في كلد الزمول وقعت في الاسر. شحال عندك كنت في كلد الزمول؟ والله عندي دابا شي 5 شهور. 5 شهور؟ شحال في عمرك؟ عمري 18 عام. 18 عام. شحال عندك من دخلت الجيش؟ عندي دابا شي عامين. عامين؟ كيف يعني وقعت في الاسر كيف؟ كنا تمايا وهربنا. هربتوا؟ حكموك في داخل المكان؟ لا، خارج منه. استسلمتوا من بعد ولا كيف؟ استسلمنا لين هودنا. بعد انسحابهم من المدينة التي دمرت عن آخرها والاستيلاء على ما فيها من عتاد وأسرى وغيره، والذي تشاهدون قسما منها الآن، لأن هناك أسلحة أخرى وعتادا لا زال يعمل في الميدان حسب ما أدلى به لنا أحد القادة العسكريين الصحراويين الذين عاشوا هذه المعركة منذ بدايتها.
وبعد معاينتنا للنقطتين الأولى والثانية انتقلنا إلى النقطة الثالثة التي تضم كذلك عتادا ضخما وأسرع. حيث كان هناك في استقبالنا السيد إبراهيم غالي وزير الدفاع في الحكومة العربية الصحراوية، الذي كان مرفوقا بعدد من القادة العسكريين الصحراويين، حيث أجاب عن تساؤلات الصحافة الدولية حول ظروف الكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي ضد جيش نظام الملك الحسن الثاني التوسعي في الصحراء الغربية. وخلال اتصالنا بالقادة العسكريين لجبهة البوليساريو في جبهة القتال، أكدوا لنا أن الإحصائيات الرسمية للخسائر التي منيت بها القوات الملكية الغازية في هذه المعركة سيتم الإعلان النهائي عنها في وقت لاحق. انت كنت اياه بتاع الطائره اف 5 هذيك 5 كيف في اي يوم سقط؟ سقط نهار يوم السبت 24 في الشهر على الساعه 10:30. كيف يعني الحاله المعنويه نتاع الطيارين الطيارين المغاربه بعد اسقاط هذه الطائرات؟ يعني يا اخي هما من الاول زعما من ماشي قبل هذه الحرب هذه ومعنويتهم المورال ديالهم طايح بزاف، كيفكروا بانهم غاديين الى الهلاك واحد مره واحد، وكل واحد كينتظر وقته باش يمشي ضحيه هذه الحرب. وهذه شهادات بعض الضباط والجنود المغاربة الأسرى عن سير المعركة. الأخ اسمك؟ اسمي بن جدي بوجمعة. رتبتك؟ مساعد أول. كنت قائد طائرة ميراج اللي سقطت. أي. تقدر تحدثنا عن المعركة بالذات؟ المعركة كانت معركة شاحنة كثيرة في جلسة الزمور، وكانوا الثوار الصحراويين تغلبوا بواحد الشجاعة وبواحد الهجوم يعني خارق للعادة. يعني ما كانش وقت عند المغاربة باش بور ريبوستي، وحنايا دخلنا ما كناش كنعرفوا كاع الاماكن اللي هما فيهم الثوار واللي فيهم المغاربة. وي. وفي هذيك واحد لوبيراسيون تما فين تقاست الطائرة ديالي ونقصت بالميضل، ولقيت الاخوان الثوار هما اللي شدوني عطاوني الماء
وشربوني يعطوني الحليب والتمر وتهلاو فينا. في الحقيقه ما كناش كنتسناو منهم هذاك المعامله. كنا غالطين بزاف، ما كناش كنعرفوهم بان غادي يتهلاو فينا بحال هكذاك كما كنا كنسمعوا كيقولوا كاينين مرتزقه. وكنا كنتساينوا باش يعني نشوفوا ناس اجنبيين غير صحراويين. ساعه منين تفاجئنا كثيرا من لقينا غير صحراويين اللي كيدافعوا على البلاد ديالهم. وهذا يعني مفهوم. الواحد بلادو خصو يدافع عليها باي وسيله كانت. شكرا. انت متزوج على طبيعه الحال؟ مزوج، عندي ولد في عنده 7 سنين. الاخ واسمك؟ لازم ادريس. كنت قائد الطائره الميراج اللي سقطت. واش تحدث لنا عن طبيعه المعركه هذه؟ ثم ما هو موقفك انت الان كقائد طائره وقائد في معركه؟ هل تؤمن بان هذه المعركه عادله؟ في الحقيقه قبل ما نوقع باسير في يد الثوار الصحراويين ما كنتش كنتوقع انني غادي نلقى في المعركه الا الثوار الصحراويين. كنت كنتظر ان غادي نلقى هناك يعني اجانب، هناك مرتزقه، هناك على حسب ما كنت كنسمع ملي كنت في المغرب. اما في الوقت اللي نزلت في وسط الثوار الصحراويين فما وجدت قدامي الا الثوار الصحراويين، وكلهم صحراويين ومآمنين بمشروعيه حقهم. لهذا كان دائما الانتصار حليفهم، لان الجيش المغربي كينقسم المعنويه اللي كيحس بانه ما كيدافعش على بلاده، كيحس بانه في واحد البلاد اللي ماشي ديالو. واما الجيوش الصحراويين فكيحسوا بانه بلادهم. ولهذا هذا هو الفرق بين الجيوش المغاربه والجيوش الصحراويين. اما فيما يخص الحل ديال المشكله كنظن بانه يعني إرسالة الدماء بين إخوة مسلمين وعرب فهذا ما غاديش يؤدي إلى أي حل، لا من طرف المغاربة ولا من طرف الصحراويين. لابد أن هناك أن يكون هناك واحد مفاوضة مباشرة بين المغاربة والصحراويين لإيجاد حل سياسي أو حل يعني يرضي الجميع. طيب ما هو يعني النداء اللي ممكن توجهه للجيش المغربي بخصوص هذه القضية وللشعب المغربي بالذات، ما دمت أنت تؤمن بأن هذه المعركة معركة غير عادلة، ما دمت أن هناك معتدي وهناك معتدى عليه؟ النداء اللي نوجهه للشعب المغربي والجيوش المغاربة هو أن هناك شعب صحراوي هو اللي كيواجه، هو اللي كيدافع على بلاده في الصحراء. ما هناك لا مرتزقة ولا أجانب، ما هناك إلا صحراويين كيدافعوا باش يحرروا بلادهم. ولهذا كنطلب من جميع المغاربه باش يوعاو من هذا الغلط اللي كانوا فيه، ويرغموا الحكومه الحكومه المغربيه والملك باش يدخل في مفاوضات مباشره مع جبهه تحرير الشعب الصحراوي. كما تم إسقاط 4 طائرات حربية، 2 من نوع ميراج F1 و F5، وطائرة نقل عسكرية من نوع هيركيل سين 130، وطائرة أخرى من نوع الهليكوبتر كانت تقل على متنها 20 جنديا لم ينجو أحد منهم. وهكذا فلولا تعنت نظام الملك الحسن الثاني التوسعي وعدم احترامه للمواثيق الدولية وتشريده لشعب لا يطمح سوى للحرية والاستقلال فوق أرضه بعد الكفاح الذي خاضه ضد الاستعمار الإسباني، لما أريقت هذه الوديان من الدماء
ولما مات الآلاف من أفراد الجيش المغربي تحت ضربات قوات الجيش الشعبي الصحراوي التي أصبحت نتائجها واضحة في المعايشة اليومية للمواطن المغربي على كافة الأصعدة. أيها الإخوة، هنا بكلة زمور بالطواب الصحراوي، حيث لا تزال المعارك متواصلة بين قوات الجيش الصحراوي المظفر والجيش المغربي المعتدي. اتصلنا بالأخ إبراهيم غالي وزير الدفاع للجمهورية العربية الصحراوية ليحدثنا عن هذه المعركة وما حققته هذه المعركة على الصعيدين السياسي والعسكري، وخاصة العسكري. بالنسبة لمعركة زمور، معركة قلة زمور يعني تعتبر معركة عادية في إطار مسلسل المعارك اللي خوضها جيش تحرير الشعبي الصحراوي من أجل التحرير الوطني، من أجل فرض اختيارات شعبنا، حريته واستقلاله، وإعادة المعتدي الغازي إلى الصواب. فمعركة قلتة يعني حققت أهدافها العسكرية بالطبع. أولها القضاء على الفيلق الرابع للمشاة الميكانيكية أي الكاتريام ريجيمون. ثاني يعني استدراج القوات الموجودة لحماية المثلث أو ما يسمى بالمثلث النافع إلى مناطق قلة زمور، والقضاء على جزء لا يستهان به منها. يعني ومنذ 19 من هذا الشهر والمعارك دائرة رحاها في المنطقة الفاصلة بين قلة زمور وبكع، وآخرها كان أول أمس أي يوم 26 من هذا الشهر. من أهدافها العسكرية كذلك يعني الإظهار للحسن الثاني المتعنت الغازي أن قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أصبحت حقيقة في مستوى تكبيد أكبر عدد من قواته أفدح الهزائم، وأن الحرب تطورت وأصبحت في مستوى عالي، الشيء اللي حقيقة يجب على الحسن الثاني أن يقدره وأن يراجع كل حساباته الماضية التي كانت مبنية على أسس خاطئة، حساباته تجاه الشعب الصحراوي وقوته، وأنه أصبح حقيقة قوة معتبرة في المنطقة يجب أن يحسب لها حسابات. لأن الحسن الثاني غزا ترابنا وشرد شعبنا بحجة أن ناس عدد قليل، وأن ما فيش إمكانية أن هذا الشعب يكون دولة. وتجربة 9 سنوات من الحرب ومن المعارك المستمرة أظهرت أن حقيقة أهلا لبناء دولتنا وقادرين حقيقة على بنائها وفرضها وفرض اختيارات شعبنا. ما يخص الجانب السياسي، الجانب السياسي حقق كذلك جزء هام، وخصوصا الحسن الثاني دفعه حرر الهزيمة وشناعتها وضخامتها إلى اتهام بلدان أخرى مثل موريتانيا والجزائر، ليبيا، كوبا، ألمانيا الشرقية إلى آخره، يعني لتبرير حدة الهزيمة للرأي العام الداخلي المغربي وللرأي العام الدولي، واستنجد يعني حلفائه وطلب منهم التدخل معه في المعركة اليوم. قلت حققت جزء كبير من الهدف السياسي، وأنه أظهرت للحسن الثاني اللي ما كانتش عنده نية صادقة في المفاوضات ولا في التطبيق الفعلي والحرفي لمقررات منظمة الوحدة الإفريقية، خصوصا الأخيرة، أنه حقيقة دون توفر هذه الإرادة في إحلال السلام في المنطقة أن الحرب ستستمر وأنها ستتطور، والمرحلة القادمة العدد اللي راح يقضى عليه من قوات الحسن الثاني أكبر وأكثر
أكثر عدد وأطور عدة، وأنه من أجل تفادي يعني هذه الخسائر الضخمة يجب على الحسن الثاني أن يراجع في حساباته ويرجع للصواب ويدخل في مفاوضات مباشرة مع الجبهة الشعبية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار متفاوض عليه وبين طرفي النزاع يعني الواضحين الجبهة والمغرب من أجل تطبيق الحرف والفعل لمقررات المنظمات الوحدة الإفريقية وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستقلاله. وهكذا وبعد 4 أيام قضيناها مع الثوار الصحراويين في منطقة جلتا زمور المشتعلة، غادرت بعثة الصحافة الدولية هذه المنطقة مع الطلائع الأولى لأشعة الشمس عائدة من حيث أتت.